أول وأأمن دواء من أدوية التنحيف. هذا الدواء معروف عالميا، ولأنه هو آمن هو الدواء الوحيد المصرح به في بريطانيا للتنحيف. تخيل هذا الدواء من قد ما آمن بعض الدول الغربية تبيعه بالسوبر ماركت. أكلك الفضول تريد تعرف اسمه أورليستاز. الأكل مكون من أجزاء أساسية مثل كربوهيدرات، بروتين ودهون، ولأن الدهون هو أكبر وأكثر جزء به سعرات، هذا الدواء وظيفته ما يخلي جسمك يمتص الدهون وتكمل بطريقها. وهنا أكو مشكلة، الزيوت والدهون ما راح تمتصها وراح تكمل بطريقها للأمعاء الغليظة وراح يصير خروج مالتك زيتي. يعني شنو؟ يعني يمكن يصير خارج عن السيطرة ويفشل. هذا غير الغازات والمغص والتلبكات اللي يصير. لذلك اغلب الناس توقفه وما تستمر عليه لان ما تتحمل الاعراض الجانبيه مالته. تعمل كبسوله او 2 مع كل وجبه بها دهون، مو تروح تاكل فاكهه وتاخذه. هذا غير الدايت والتمرين اللي انت المفروض مسويهن ومستمر عليهم. سعر الدواء مو غالي نسبيا، ممكن تلاقي باكيت الدواء من 16 الى 20 دولار، وهنا احنا راح نحكي بالدولار لان السوق متقلب وما تدري شنو السالفه. هذا الدواء ممكن يساعدك تنزل 3 كيلوات بالسنه. شنو رايك؟